حلقتنا اليوم عن فيلم زوجتي والكلب، إنتاج 1971، سيناريو وإخراج سعيد مرزوق. وسعيد مرزوق من مواليد 1940 بالقاهرة. ابتدى عمله بالإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي، واشتغل في اختيار وإعداد الفواصل الموسيقية بين البرامج. وبعد كده انتقل للتلفزيون وعمل كمساعد مخرج، وأخرج فيلم تسجيلي اسمه أعداء الحرية، عرض في مهرجان لايبزيج بألمانيا، وفيلم روائي قصير اسمه طبول. ثم كان أول فيلم روائي طويل له سنة 1971 وهو زوجتي والكلب. احنا بنتعامل مع فيلم مخرجه كان بينتمي لجيل جديد من المخرجين في السينما المصرية، تأثر بتيارات مختلفة ظهرت في السينما العالمية وقتها. أبرزها كان الموجة الجديدة الفرنسية، اللي قامت على فكرة سينما المؤلف، اللي شايفة إن المخرج هو صاحب العمل والقوة الإبداعية الرئيسية فيه، بالظبط زي كاتب الرواية، وإن الكاميرا زيها زي القلم بالنسبة للكاتب، وهي بتعلي من الأسلوب واللغة السينمائية والتعبير البصري جدا. وهنلاحظ إن مخرجين الموجة الجديدة كانوا ثوريين جدا في استخدام حركة الكاميرا وأساليب المونتاج، وده بان جدا في زوجتي والكلب. وهنلاحظ حاجة، إن منتج الفيلم كان مدير التصوير الكبير عبد العزيز فهمي، أهم مدير تصوير في تاريخ السينما المصرية. بينتج فيلم لمخرج جديد، كتب سيناريو فيلمه بنفسه، وعنده رؤية بصرية جديدة عاوز يطبقها. وأظن إن عبد العزيز فهمي وجد إن عن طريق إنتاجه للفيلم ده مع المخرج ده، صاحب الرؤية البصرية المختلفة، هيقدر هو كمدير تصوير يقدم صورة مختلفة وتجربة جديدة بالنسبة له، وهو ده اللي حصل. قصة الفيلم تدور حول رجل متزوج حديثا، كان متعدد العلاقات النسائية وخاصة مع سيدات متزوجات، وبسبب انه بيعمل في فنار على جزيرة وبيغيب وقت طويل عن مراته، عنده شك بيطارده ان مراته ممكن تخونه، رغم ان مفيش اي سبب يدفعه للشك ده. احداث الفيلم تدور في جزيرة صغيرة فيها فنار بيعمل فيها البطل مع 3 من زملائه. المكان بيلعب دور مهم جدا في لحظات الملل والشك اللي بتصيب البطل أو غيره من الشخصيات. المكان بيلعب دور كبير في التعبير عنها. وبما ان المخرج مقتنع ان الكاميرا قلم، وبالاعتماد على التعبير البصري هنجد ان هناك ذكريات وخيالات وشكوك لدى البطل بيتم التعبير عنها بالصورة، مش بكلمات أو حوار، كأنها صور بيراها البطل في عقله، وساعات بتبقى متصلة في مونتاج عالي جدا، وأحيانا بتبقى صور متناقضة بتعكس تضارب أفكار البطل وحيرته، زي في نهاية الفيلم لما كان محتار هل مراته بتخونه أم مخلصة له. الأسلوب ده اعتمده سعيد مرزوق في الفيلم كله، وده خلانا أمام تجربة فريدة من نوعها في السينما المصرية. تجربة ممكن نقول عليها ثورية، فيها شجاعة في استخدام أساليب جديدة في الحرفة والصنعة، حتى في الموضوع والسيناريو، على إيد مخرج عنده 31 سنة بيعمل فيلمه الأول. السيناريو لسعيد مرزوق مخرج الفيلم قايم على فكرة إن البطل مرسي رجل أسير شكوكه اللي مش قادر يتخلص منها بسبب ماضي ملوث بيطارده. بيشعر إن ما فعله مع سيدات متزوجات من أصدقاء له مراته هتعمله معاه. هي دي أزمة مرسي. في نفس الوقت أمامنا شخصية أخرى هي نور، زميل مرسي في العمل، الشاب المهووس جنسيا والمعجب بمرسي جدا، اللي بيرى فيه مثل أعلى، خاصة في ماضيه ومغاراته النسائية مع زوجات أصدقائه. وده بيخلي نور نفسه يفكر إنه يعمل علاقة مع زوجة مرسي لما ينزل الأجازة، زي ما مرسي كان بيعمل بالظبط. لكن عشان الزوجة مخلصة ما بتحصلش حاجة. العقدة بقى لما مرسي بيكتشف إن نور سرق صورة مراته، هنا الشك بيجننه وبيتفكر أحاديثه مع نور عن علاقاته بزوجات أصدقائه. وبعد كده نور بيتساءل هل مرسي هيشك فيه لو اكتشف سرقة الصورة، وهنا يتخلق الصراع وحالة توتر في الفيلم، رغم ان مرسي لما يقرأ خطاب ارسلته له زوجته عن طريق نور اللي عدى عليه عشان ياخد حاجات تخص مرسي بيطمن، لكن الشك يعوده ويظل
يطاردوا بلا نهاية، وده اللي شفناه في مشهد النهاية الرائع. سيناريو مبني كويس متماسك، وعمله مخرج الفيلم المؤمن بسينما المؤلف. سيناريو بيترك مساحة كبيرة للتعبير البصري بالتكوين والإضاءة والمونتاج والصوت والموسيقى الرائعة لإبراهيم حجاج، وكل ده بيخلينا أمام فيلم مختلف في قدر كبير من الصنعة العالية الغير تقليدية اللي فيها تمرد. بنشوف ده في أول مشهد اللي هو عبارة عن لقاء حميم بين مرسي ومراته. احنا بنشوفهم سيلوات، إضاءة مظلمة، نشوفهم خيوط من نور، أصوات، ضحكات وتنهدات، وإيقاع المشهد من ضحكات وحركات عنيفة في الأول لهدوء وحركة هادية في الآخر، ماشي مع إيقاع العلاقة الحميمة. عندنا مشهد مرسي وسعاد مراته في السرير، وهي بتشتكي له إنها تشعر بوحدة وهو مش موجود. بنلاحظ تعبيرات بالقلق على وش مرسي بتلفت نظرنا جدا وقتها، ومش بنفهم ايه المقصود ساعتها، لكن بنفهم بعد كده. التكوين في المشهد ده واللقطات على وش مرسي وتعبيرات محمود مرسي بشكوك داخله غير قادر على الإفصاح عنها، وهو في لحظة شديدة العاطفية مع مراته، كانت عظيمة مع استغلال الموسيقى التصويرية والمونتاج. كان مشهد هايل. عندنا مشهد نور الشريف في اوضته مع صور البنات اللي مقطعة من المجلات ومعلقة على الحيطة. هو ده علاقته مع المرأة، عمل لنفسه عالم خيالي. بنشوف ده من حركته في المشهد، نظراته للصور، واستخدام الإضاءة والصوت والموسيقى. ولما نشوفه نايم في السرير بنفهم من ملامحه إن في ممارسة للعادة السرية حصلت، وبعدها لقطات تم تسريعها بتشوف تقلباته في السرير بتعبر عن حالة الخواء اللي أصابته بعد ممارسة العادة السرية والغرق في عالمه الخيالي. مشهد فيه جرأة كبيرة، والجرأة مش في التعرض لده، لكن الجرأة في الصنعة والتعبير عن ده بصريا. قلنا إن مكان أحداث الفيلم في جزيرة صغيرة فيها فنار، والمخرج استغل المكان كويس قوي، زي لقطات لونج شوتس لمرسي وهو في الجزيرة بيعاني من الشك، وأخرى لنور وهو يعاني من الملل وغضب من حالة الوحدة والإحباط الجنسي والعاطفي اللي هو فيها. لقطات تورينا إزاي تم استخدام المكان كويس في الفيلم ده. وعندنا مجموعة لقطات متصلة في مونتاج بتعبر عن حياة الناس في الجزيرة الصغيرة دي، ازاي الاربع رجاله دول بيقضوا وقتهم. هنشوف لقطات لونج شوتس روعه فيها توظيف جيد للمكان مع الموسيقى التصويريه تعبر عن حاله الناس دول في المكان ده. في مشهد لما نور سرق صورة زوجة مرسي، ومرسي لقاه في اوضته وطلب يكلمه، ونور قلقان ان يكون مرسي كشف هو كان بيعمل ايه. نور بيقعد على الكرسي ومرسي واقف قدامه، وبينهم عمود قاسم الكادر وفاصلهم عن بعض، وفي جو توتر في المشهد. العمود هنا بيقول ان صداقتهم اتغيرت وبقى بينهم شيء. بعد كده مرسي بيولع له سجارة وبيلف من حواليه، ونور بيدرب رقبته بيتابع حركة مرسي بقلق لأنه خايف يكون عارف هو كان بيعمل ايه في اوضته. وصوت خطوات مرسي على الأرض بيعمل إحساس بالإثارة، وبعدها بيقعد مرسي قدامه وبينهم العمود عشان يأكد لنا المخرج بصريا إن العلاقة بينهم لم تعد كما كانت. تفاصيل صغيرة لكن بتبين لنا حرفة وتمكن سعيد مرزوق في فيلمه الأول. عندنا مشاهد الشك لما مرسي يبتدي يشك إن نور هيخونه مع مراته. هنشوف إزاي خيالاته بتتحول للقطات، والمونتاج اللي بيتنقل من الخيال للواقع، وتوظيف الإضاءة والموسيقى التصويرية وتسارع اللقطات. كل ده بنشوفه بيتعمل بتناغم وحرفة عالية. ولقطات لمرسي بعضها وهو بيتمشى في الجزيرة أو قاعد داخل حجرته توضح لنا الحالة اللي وصلها له الشك وبما يدور في عقله، مع استخدام هايل للإضاءة والتكوين والموسيقى التصويرية. تركيز هايل على التعبير بصريا من المخرج. لحظة عودة نور من الأجازة ومقابلته مع مرسي هنلاحظ نظراتهم لبعض من بعيد، قلق من نور وقطع، نظرات فيها نوايا دفينة عند مرسي، قطع، ابتسامة من عند نور، قطع، لقطة بعيدة بيبانوا فيها السيلوات بيقربوا من بعض، ونور بياخد مرسي بالحضن،
ولقطة مرسي بيفتكر مقابلاته لأصحابه اللي كان على علاقة بزوجاتهم. كالعادة مونتاج هايل، تصوير رائع، إدارة ممثلين هايلة، واستخدام عظيم للموسيقى التصويرية. مشاهد النهاية سعيد مرزوق أبدع فيها. مرسي بيطلع مع نور لقمة الفنار بهدف قتله، والكاميرا على الباب جوه الفنار في الظلام وهم جايين من نور. التباين ده بيخلق حالة ترقب وتوتر، مع لقطات صعودهم اللي فيها زوايا الكاميرا مختلفة، مع المونتاج، مع شريط الصوت اللي ما فيهوش مزيكا، مع أداء محمود مرسي ونور الشريف كثفوا حالة التوتر جدا. نور بيحكي لمرسي عن لقائه مع سعاد وملاحظته إنها سعاد بتحبه جدا، وهنا نجد لقطات من خيال مرسي فيها تخيلات لخيانة نور مع سعاد له. تاني سعيد مرزوق بيمزج بالصورة بين الواقع والخيال والذكريات، الأسلوب اللي اعتمده طول الفيلم. وهنلاحظ حاجة هنا، إن أثناء صعود مرسي ونور على السلم مفيش موسيقى، فقط صوت الحوار والخطوات على السلم عشان تكثيف الإحساس بالقلق. أول ما نور اتكلم عن مقابلته لسعاد، مرسي دخل عنده الخيال على الواقع، وشفنا لقطات تخيل فيها الخيانة. هنا الموسيقى دخلت، ولما طلعوا لشرفة الفنار اللي المفروض مرسي هيقتل نور فيها، ووقفت الموسيقى ودخل صوت رياح، والرياح في الدراما رمز للقلق والحيرة والتوتر. والحقيقة ان ده توظيف هايل للصوت. صوت الرياح مستمر معانا لحد ما يبتدي مرسي يقرأ الجواب. هنا الخيال يدخل على الواقع ويشوف سعاد قدامه، وتدخل الموسيقى التصويرية. سعاد قدامه بتتكلم معاه وتقرب منه وتبقى في حضنه، ونسمع أصوات لأحاديثهم في لحظاتهم الحميمة. الأول بنشوف ملامح الشك على وش مرسي، وبالتدريج بينسى مرسي شكوكه وتتبدل ملامحه من الشك إلى الحب. مشهد في منتهى الرقة رغم كل أجواء التوتر اللي قبله، وبرضه بنشوف استخدام رائع للصوت. لكن فيلم ما يخلصش على كده، لحظات ويرجع الشك تاني، وصوت الرياح، ولقطات في ذهن مرسي كشلال من خيالات وذكريات وأفكار متناقضة بين الحب والشك وأخطاء الماضي لمرسي تتلاحق في مونتاج عالي جدا. ونيجي للقطة النهاية، مرسي واقف على رصيف في البحر في الجزيرة، سجين لشكوكه اللي مش قادر يخلص منها، وحواليه أعمدة متكسرة في البحر أشبه بروحه اللي كسرها الشك. مفيش صوت خالص، والكاميرا تبعد زوم اوت وتدخل موسيقى إبراهيم حجاج وينتهي الفيلم. في مخرجين تجاربهم الأولى بتبقى من ضمن الأفضل في تاريخهم، وده ينطبق على زوجتي والكلب لسعيد مرزوق. فيلم لمخرج مؤلف شاب موهوب شجاع عنده جرأة في استخدام أساليب جديدة في الحرفة، وبين تمكن رهيب فيها مع إدارة ممثلين رائعة. ودي حلاوة الأعمال الأولى، إن المخرجين الشبان في عملهم الأول بتبقى عندهم قدرة ورغبة في المغامرة والتجريب، ولما يكون المخرج الشاب موهوب بتبقى النتيجة رائعة. شفنا حركة كاميرا مختلفة، زوايا مختلفة، استخدام رائع للإضاءة، هارموني وتناغم بين عناصر الفيلم من ميزون سين ومونتاج وصوت. سيناريو مختلف مبني كويس، أحداثه تدور في عقل البطل اللي شكوكه وانعكاس ماضيه عليه جننه. سيناريو بيكسر الحد الفاصل بين الخيال والذكريات والشكوك، وكل ده بيتم بصريا بشكل رائع، وده اللي خلى زوجتي والكلب تحفة من تحف السينما المصرية. التصوير كان لعبد العزيز فهمي، مدير التصوير العبقري اللي في نفس الوقت هو منتج الفيلم. وفي الفيلم ده قدم رؤية بصرية مختلفة. من أول لقطة في الفيلم اللقاء الحميم بين مرسي وسعاد واستخدام السيلوات، والتصوير في الشمس اللي هو صعب جدا، واستخدام الإضاءات الناعمة على الوجوه والإضاءة على الوجوه في الشمس، والتباين بين النور والظل، وزوايا وحركة كاميرا مختلفة. عبد العزيز فهمي عمل صورة مبهرة مختلفة، وما كانش ده هيتم إلا من خلال التعاون مع مخرج شاب مغامر عاوز يقدم رؤية بصرية مختلفة. لنا المونتاج الرائع لعطية عبده اللي كان اشتغل مع صلاح أبو سيف كتير، عمل معاه شباب امرأة. في الفيلم ده كان عليه انه يتعامل مع شلال من لقطات فيها ذكريات وخيالات وشكوك،
وقدر يعمل ده بشكل رائع جدا، ونجح ان هو يعمل ايقاع سليم في الفيلم. وعندنا الصوت لنصري عبد النور اللي عمل تراك صوت هايل متوظف بشكل صح قوي. الموسيقى التصويرية كانت لإبراهيم حجاج، وهي كانت معبرة جدا. في كل مشهد كان استخدامها بيعبر عن الإحساس اللي عايز يوصله المخرج، سواء كان توتر أو شك أو لحظة حميمية. نيجي لأداء الممثلين. سعاد حسني كانت روعة، حاضرة بقوة، جميلة جدا. ومشهد الحب اللي مع محمود مرسي وهو بيتخيلها لساعة ما كان بيقرأ الجواب كانت رائعة جدا فيه. نور الشريف في بداياته دور مختلف وكان في أحسن حالاته. أداؤه كان فيه تلقائية عالية يمكن ما شفناهاش منه في أفلام بعد كده. مشاهد قلقه من مرسي، مشاهد احباطه من حالة الفراغ العاطفي والجنسي اللي هو فيها، مشاهده وهو في قعداته مع مرسي وهو بيستمع لحكاياته ومبهور بيها كان طبيعي جدا. محمود مرسي ممثل كبير قوي، وده ممكن يكون افضل اداء له. ممكن نقعد نتفرج على الفيلم نعيد تعبيرات وجهه. عندنا مثلا قلقه الخفي من ان تكون مراته بتخونه، تنقله من مشاعر مختلفة في نفس اللقطة. مشهد تحوله من الشك للحب وهو يتخيل ان مراته كانت معاه كان عالي جدا. لو عاوز تعرف محمود مرسي ممثل عظيم ازاي، اتفرج عليه في زوجتي والكلب. زوجتي والكلب من أشجع الأفلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الموضوع والحرفة، وكمان كان فيه تكامل في عناصره. لمخرج في أول أعماله، تجربة فيها سحر البدايات، صورة مبهرة، أسلوب مختلف، خلت الفيلم تحفة من تحف السينما المصرية. سعيد مرزوق بعد كده عمل أعمال كتير، بعضها كان كويس زي الخوف وأريد حلا، والباقي ما كانش على المستوى المتوقع منه، لكن يكفيه انه عمل زوجتي والكلب. والى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.